اعلام العبار وعندك تقلق لنا الكبران، كوارث اعلاميه وفضائح اخلاقيه. اعلام الحك الجزائري نكر المغرب ما دينا لا شان ولا كان، ذكروا افريقيا كامله والسبع المغربي طمروا عليه. الاعلام الجزائري هز العصا وبدا يضرب في انجازات المملكه. الجزائر حققت انجازات رياضيه والمغرب يضرب راسو مع الثلاجه بحال اللي ما خربهاش الركراكي ووليداتو. من جهه اخرى نايضه نكات في الاعلام الجزائري، الحشيش والزطله، المغرب كيسرق الزليج، المملكه غتفشل الكان والقجع ناوي على خزيت. فالجزائر طلعت النيفو ولا فيها اعلام هارب. كوريا الشماليه بشحمها ولحمها، ما كاين غير الكذوب والقرنابي، لا تميمه لا تنظيم لا كيران ولا بنيه تحتيه. كملوها وجملوها دايرين السيلونس والله لا هضروا على انجازات الاسود. تاريخ شان ومونديال قطر. اشمل فضيحه دار الاعلام الجزائري، علاش يقلب تبوني في القريحه. مشينا. اعتمد نظام المخزن المغربي على جهاز الموساد الصهيوني لضرب أمن واستقرار الجزائر. غلق المجال الجوي الجزائري في وجه حركة الطيران المدني والعسكري المغربي على حد سواء. بعد ما حبستوا السماء والارض، قطعتوا كاع العلاقات حتى من التظاهرات الدوليه والمسابقات الافريقيه، دايرين إنا عكسنا. ما بغيتوا تحلوا الاجواء، ما بغيتوا ديروا رحله خاصه من المغرب للجزائر باش يتمكن المنتخب المحلي من المشاركه في شان الجزائر. كملتوها وجملتوها، نكرتوا حتى انجازات المغرب وتاريخ الشان. ما كتحشموا وما عندكم وجه. فاعلام الجزائر وغير بعد الزعاته والكذوب 10 للضص. ترى العسكر عندهم تيهترف بالمروك، تينعسوا وقيله وتيحلموا بالمروك. اويلي المروك هرب علينا، اويلي دارها المخزن، اويلي الصحراء مشات، او يمتي المروك غيطرطق لينا المراره. فبعد ما بقات سيمانه على انطلاق منافسات شان الجزائر، ومن المفروض الجاره تحاول تنجح النسخه وتعطي صوره نقيه، لكن لا، حليمه هي هضرات وكاله الانباء الرسميه الجزائريه للنظام العسكري تاع الحك على تاريخ شان ونفس السياسه. طمروا طميره خايبه، ما ذكروش نهائيا انجازات المنتخب المغربي للمحليين. السبع غبروه من النشره، فضيحه اعلاميه واخلاقيه. واش ما كتقراوش مبادئ واخلاقيات الصحافه؟ واش قاريين في الزحام او لا مدقوقين بواحد البيكوره ديال ما تنحملوش المغرب؟ بيكوره الحقد والحسد. تكلموا على مقال من الكوت ديفوار للجزائر، رحله طويله من المنافسه المحليه. وفي هذا المقال تعمقوا في تفاصيل الشان الافريقي، الدول السابقه اللي احتضنت النسخ الماضيه واللاعبين اللي حيحوا فيها. ذكرات الجزائري هلال سوداني 2011، والتونسي يوسف المساكني 2011، المالي اف بسوما 2016، والايفواري ياون قيسان 2016. الا المغاربه غيبوهم. اسود الاطلس ممنوع، لا الكعبي ولا رحيمي. والحماق هذا نساو باللي ايوب الكعبي هو افضل مهاجم في تاريخ شان ب 12 هدف، ورحيمي افضل لاعب وهداف في نسخه الكاميرون 2021، ولا حتى يحيى جبران اللي خربها في شان. ترى وحلي اللي هم ما عرفت فين. وما ذكروش حتى تنظيم المغرب لنسخة شان 2018 وفوز المغرب باللقب الافريقي سواء في 2018 او لا 2021. داروا سيلونس قدها قداش ملي القضية فيها المملكة المغربية. فالمغرب هو اكثر بلد ربح لقب الشان بلا ما يهضر شي واحد على نساو حكا ما حكا. هذه هضره خاويه. الاعلام الجزائري تيتعمد يتجاهل المغرب، ودائما نفس الفيلم، تذكروا المغرب غيلحونا في الزوبيه. شي حاجه خايبه، شي مصيبه، تما يبان لهم المغرب المخزن وديك الهضره الكيلو. نفس تقوليبات الشان داروها بالنسبه للمنتخب المغربي ومشاركه مونديال قطر 2022. المغرب قلب وش قلب، ربح بلجيكا، طيح كندا، بكا اسبانيا والبرتغال، حقق اعظم انجاز عربي وافريقي. الروينه ناضت في العالم وكل شيء تعترف بالمملكه. عطات افضل واحسن صوره على منتخب افريقي وعربي. وصلنا لستاج الوحش، نصف النهايه. واخا يبدا يحلم الرئيس الجزائري تال 2050 لا قدر المنتخب الجزائري يوصل لهذا النيفو. فالاعلام الجزائري ما هضرش على الركراكي ووليداتو، ما بغاش تسرط لهم كيفاش السبوعه وصلوا للدومي فينال. هنا تفهموا باللي القرار تخاد على اعلى مستوى من النظام. علاش؟ فنظام الكبرانات هو رئيس جامعة الدول العربية، ومعروف أن الجامعة العربية أول منظمة كتفرح لشي إنجاز عربي، والدولة اللي كترأسها خاصها تهنئ المغرب بالإنجاز التاريخي. من المفروض تهنئ الجزائر، هي اللي عندها رئاسة الجامعة هذا العام. لكن والله لا شتو التهنئة.
انا الكبران سعيد شنقريحه ومن لا يعرفوه تنضرب واحد الزطله وخطيره. انا اللي غنمحي المروك من دفتر 24. اما الخريطه بزاف عليك. المهم نفس البلان خدامين بيه بالنسبه للمنتخب المغربي المحليين، على حساب فهمتي العسكر ما باغيش اصلا مشاركه المغرب في الشان الجزائري، خايفين نديوه تما وسط بلادهم ناخذوا الكاس ويشد النظام الجزائري في البوله الكبيره. خايفين من مشاركة قوية ومشرفة للمغرب، عارفين باللي المغرب غيدي قاع الضواو، الإعلام والكاميرات كل شيء غيحضن المغرب، والجزائر البلد المستضيف غيتكمش وما يبانش عاوتاني، وديما تتوقع ليهم تيبغيو يهمشونا ويسدوا علينا البيبان وتنخرجوا ليهم من الجنب. تيصدق المغرب هو اللي محيح ومنشط الحفلة. هنا نذكركم بالقمة العربية في الجزائر، حبسوا الاعلام المغربي، سدوا كاع القنوات، ومع ذلك الكاميرات العالميه والعربيه بقاو شادين غابوريطه، حتى واحد ما داها لا في شنقريحه ولا العمامره، وحتى من الرئيس الجزائري وتهمش بحال اليتيم وسط القمه. هنا ما كاينش شك نهائيا باللي وسائل الاعلام الجاره تتشبه لوسائل اعلام كوريا الشماليه، ماشي غير في المجال السياسي وحتى في المجال الرياضي. هادشي معروف. اعلام الهوك فيه غير اشرف الفريق شنقريحه مناوره عسكريه في الحدود مع المغرب، الجيش الجزائري اقوى جيش، اي واحد يقرب لينا نشعلوها معاه. الرئيس هرنط مخيمات الصحراويين غنشعلوا الحرب مع المغرب، الصحراء ما الصحراء، والفضيحه الكبيره تذكروا المغرب غاف شي زعتها. بحال داك النهار كنت بسركلها في القنوات وانا نطيح على قناه جزائريه، اش قالوا تما في الوقت اللي الشعب كيعيش الفقر والجوع، نتوما هما الامارات ولا قطر ما كاينش شي جوع او لا قهره قد اللي كاينه في الجاره. الحصول تكلموا على عبد اللطيف وهبي، فضيحه ولدي قرا في كندا وباه لاباس عليه، وربطوا داك الشيء مع الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه. المهم هذا التزربيق اللي ذكرت هو خلاصه الاعلام الجزائري. ايوا دابا في نظركم ماشي اعلام كوريا الشماليه. المهم الدقه باينه منين جات، من قياده الاستخبارات العسكريه. فمديرو الاعلام والقنوات فهموا الدرس مزيان من الزرواطه اللي جات شعبان لوناكيل المدير العام السابق للاذاعه والتلفزيون الجزائري. جراو عليه بطريقه غير اخلاقيه. علاش؟ حيت سمح باعلان خبر تاهل المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال. تعلن في الاخبار الرئيسيه د العشيه، ما عطلوش ودغيا طيروه من بلاصتو، غضبه كبرانيه. هنا فهموا الاعلاميين الجزائريين ان اي كلام زوين على المغرب او اي انجاز للمملكه راه جريمه بالنسبه لحكام الجاره، اللي دوا غيدوزوا عليه الدكاكه، واللي بغى الرضا والحلوه مقرضه خاصو يكثر من الكذوب، يهضر على السلبيات د المملكه المجاوره. واخر سلوكيه غنقولها لكم، نعطيكم شي نكات من الاعلام ديالهم. قال لك الجمارك لقاو شي زليج ما زليج سرقاتو المغرب من الجزائر، وهذا الزليج تاريخي زعما لاسيان. قال ليك سرقة التاريخ وتراث الجزائر. قال لك عاوتاني الارقام 0 ل1 و2، هذا الشيء تخترع في الجزائر. الفتح الاسلامي انطلق من الجزائر، هما اللي حرروا اوروبا. الجزائر اول من اعترف باستقلال الامريكان وماشي المروك. قال لك عاوتاني اول من اعترف باستقلال فرنسا هي الجاره الشرقيه. الطائرات المغربيه كدوز وكتلوح الحشيش من فوق الاراضي الجزائريه. واخر زعته ان اسود الاطلس اصلها جزائري، ودابا ما يهربش ليك مع هذا القوم. شي نهار تسمع الجزائر 12 قرن، الجزائر نظمات المسيره الخضراء. إنا لله ود أحمد. عندهم الخيال العلمي فايت الامريكان والهنود. ما كذبش الرئيس بوتفليقه الله يرحمه ملي قال الزلط والتفرعين، واخا تنقزوا تدعياو المغرب واحد ليكم، الا شارك في الشان غيندمكم، وإلا ما شاركش غتوليو لا شان لا مرشان. صحابكم تلعبوا القجع غيسطيكم، السيد خاطر في الكاف. واكيد بهاد لي فوت والمشاكل اللي تديروا ما غتربحوا لا شان ولا كان. فالاتحاد الافريقي رد البال للخروقات، ومازال كاع ما بدا الشان وانتم في الفضايح. ونزيدكم عندكم هذا الامتحان، الا نجحتوا فيه يقدر تنظموا كان 2025، وإلا ما نجحتوش فيه وكان تنظيم فاشل وغير نساو واش غتنظموا شي لعبه. مازال من دابا وباين العربون، من شهات التميمه لشهات الكيران اللهم ان هذا منكر، لانسحاب المنتخبات الافريقيه، ها تونس مصر اوغندا ليبيا، تا واحد ما بغى يشارك. راه الكاف عايقه بهذا التنوميس، وعقلوا على هاد الهضره. الكان في خبر كان، وما تضيموش مع المغرب لا رياضيا ولا اعلاميا ولا حتى في تنظيم المسابقات الافريقيه والدوليه. شوفوا كاس العالم للانديه، شوفوا تنظيم الشان 2018 بالمغرب، وسيروا شوفوا بطوله افريقيا للسيدات
الشمس العشيه كتسناكم. وهذا كلام رئاسه التلفزيون الجزائري. تخيلوا معايا دابا الا خلى الكبران سعيد شنقريحه طائره الخطوط الملكيه تدخل قسنطينه يشارك المنتخب المغربي شان الجزائر، وإلا قدر الله وربح المغرب لقب البطوله، كيفاش غيدير اعلام الحك يتجنب ذكر المغرب وانجاز المغرب؟ ياك ما ديك اللعيبه ديال فريق افريقي فاز باللقب والسلام. ما تسولوناش شكون هاد السميه، ما نهى علينا الطبيب امبوسيبل نذكروها. طيحتوا النيفو، الله يعفو عليكم. الله